خلينا صراحه يعني. انا الحمد لله كنت بلعب في نادي كبير برضو وما شفتش حاجه وحشه من الناس هنا خالص بامانه. كنت بتعامل معامله خاصه غير كل الناس من الناس في المصري بامانه يعني. انا فاضل لي سنه مع النادي المصري. يعني انا عقدي فيه سنه مع النادي المصري. فانا بفكر ان انا يعني ده لسه انا ما عرضتش الموضوع ده على مستر كامل، لان لما يجي انا ان شاء الله اقعد معاه. قلت ان انا ممكن امشي يعني اجدد سنه للمصري كمان وامشي سنه اعاره. تمام. لان انا ما شفتش حاجه وحشه من الناس هناك بامانه يعني. لكن هو طبعا في كلام من نادي الزمالك، في كلام فعلا والموضوع صح، بس انا يعني مستني. قول لي بقى نوعيه الكلام يعني عشان ايه الناس تاخد معلومه. يعني قعدت مع مين؟ اصل خلي بالك انت من حقك انك تتكلم والنشاط متوقف، فلا في مشاكل ولا في ازمه والمفاوضات علنيه. عشان بس ايه نطلع بحاجه جديده في البرنامج. حضرتك برضه عارف ان الناس الكلام كتير وهتسمع. عشان كده انا عايز اعرف يعني انا بسمع كلام. انا بسمع كلام اصلا على لساني يا كابتن، انا ما قلتوش يعني. كل شويه محمود عبد الحكيم لا لا مش هو يا كابتن. صح محمود عبد الحكيم. كل اللي حصل يا كابتن ان جالي مكالمه تليفونيه احنا فعلا عايزينك يا محمود بجد وبتاع. كابتن اسماعيل يوسف حلو قوي عايزينك بجد وبتاع مش عارف ايه وكلام بجد واحنا وبتاع. قلت له يا كابتن ده شرف ليا طبعا، نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه. انا فاضل لي سنه مع المصري وبامانه الراجل قال لي احنا مش عايزين نخسر النادي المصري، خلينا بامانه يعني. وانا احترمت الحته دي في كابتن اسماعيل يوسف جدا. انا برضو بحترم النادي المصري والكلام هيبقى عن طريق النادي المصري. كلامنا كان واحد يعني الحمد لله، بس ولا اكتر ولا اقل. كل يوم بس ان انا يعني كل الهيصه اللي في مصر دي على مكالمه من الكابتن اسمايل. بس اكيد هو كلمك مره وبعدين انت كلمته مره وبعدين دخل عمرو الجنايني مره وبعدين دخل سمير عبد التواب مره وبعدين انت شربتوا النسكافيه الجميل في بالليل في المهندسين مره. مش كده يا احمد؟ يعني تمشي كده ماشي عشان تمشي واحده واحده يعني. والله ما حصل يا كابتن. انا بقول اللي حصل كله قلت لك. يمكن احمد يعني احنا اصحاب جدا بره الكوره يعني. احمد اخويا هو عارف كمان يعني انا بحكي له كل حاجه. ما تقعدش تامن على كلامه دلوقتي يعني عشان ما قاليش على الموضوع ده. ايوه ولا اكتر والله. اللي حكيته لك ده اللي حصل ان الكابتن اسماعيل قال لك انا عايزك تبقى موجود في الزمالك. الناس عايزينك ومرحبين بيك. قلت له طبعا يا كابتن ده شرف ليا ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك. لان دي حقيقه. وانا قلت له انا ما شفتش حاجه وحشه من الناس في المصري. فانا عايز امشي من خلال النادي المصري. والراجل اكد هو قال لي كمان لقيته بيقول لي الكلام ده يعني. بشرط الاتفاق مع مسؤولي النادي المصري بس كده. وانت قلت ان انت ممكن تمد سنه في النادي المصري مقابل انت تاخد اعاره سنه لنادي الزمالك. انا اقول لحضرتك على حاجه. لما تكون حضرتك في مكان تتعامل معامله خاصه بغض النظر على اللي حصل في بورسعيد ده. انا يعني في ناس كتير مظلومه. فانا ما شفتش حاجه وحشه من الناس هناك بامانه. كنت بتعامل معامله غير كل الناس. تمام. فانا ابو علي الاصل لو ما طلعتش جدع مع الناس دي الفتره اللي النادي واقع فيها. بس انا فانت قلت السنه اللي المصري مجمد فيها تلعب في نادي الزمالك على ان تعود للمصري من جديد ان شاء الله او يتم التفاوض من جديد بين الناديين يعني.